نبدأ تحليلنا النهاردة بسيناريو غريب شوية. تخيلي كده إن في حد عرض عليكي 100,000 دولار أوكي. مقابل إنك تقعدي في أوضة معزولة تماماً عن العالم لمدة 30 يوم. كل حاجة موجودة، أكل شرب سرير حمام، بس مفيش أي تواصل مع أي حد. يعني مفيش تليفونات، مفيش إنترنت، مفيش كتب ولا أي حاجة، أنا والحيطان بس. بالظبط. لو العقل قال أكيد موافقة فوراً، فممكن يكون العقل ده بيخدعنا. ده اللي حصل بالظبط مع لاعب بوكر محترف اسمه ريتش ألسي سنة 2018. قبل التحدي هو استشار أطباء نفسيين وحذروه، لكنه أصر إنه يقدر. هو راهن على قوة تحمله النفسي ضد واحد من أقوى الاحتياجات الإنسانية. وللأسف خسر الرهان. بعد 20 يوم بس طلب يوقف التجربة. بس الموضوع ما كانش مجرد استسلام. إيه اللي حصل؟ هو بيحكي إنه بعد اليوم الثالث بدأت الهلوسة، وبقى يشوف ويسمع حاجات مش موجودة، ولما خرج حياته اتغيرت تماماً. إزاي يعني؟ ما بقاش قادر يستحمل الأصوات العادية زي صوت التلاجة أو التكييف. عقله ما بقاش قادر يفلتر أي حاجة. وصل لمرحلة إنه فعلاً مش عارف يعيش حياته الطبيعية. التجربة دي على قد ما هي صعبة، بس بتورينا حاجة مهمة قوي، إننا محتاجين نتواصل مع الناس. دي غريزة فينا، زيها زي الأكل والنوم بالظبط، ما نقدرش نعيش من غيرها. وده المدخل الرئيسي لموضوعنا النهاردة، لكتاب ألعاب يلعبها البشر لعالم النفس إريك بيرن. أهلا بيكم. النهاردة هنحاول نفهم مع بعض الألعاب الخفية اللي بتحكم تعاملاتنا كل يوم. كل ده من خلال كتاب يعتبر ثورة في مجاله، كتاب دكتور إريك بيرن، ألعاب بيلعبها الناس. السؤال ده، عمركم حسيتوا إن في خناقة معينة كده بتتكرر بنفس التفاصيل بنفس الطريقة؟ الحقيقة إن أغلب المشاكل اللي بنقع فيها دي مش صدفة خالص، لا، دي بتمشي ورا سيناريوهات مكتوبة ومتوقعة، بس المشكلة إنها مخفية وإحنا مش واخدين بالنا منها. طيب، عشان نفك شفرة الأنماط دي اللي بتتكرر في حياتنا، لازم الأول نعرف إحنا مين، أو بمعنى أصح نعرف الشخصيات اللي بنلبسها وإحنا بنتكلم مع الناس. بالظبط كده. دكتور إريك بيرن بيقول إن كل واحد فينا جواه كأنه في 3 شخصيات عايشين مع بعض. هو سماهم حالات الأنا، وفي أي حوار، أي كلام بين أي 2، إحنا بنكون في واحدة من ال3 حالات دول وبنتنقل ما بينهم. طيب، مين هم بقى ال3 دول؟ يلا بينا نتعرف عليهم واحد واحد. أول واحد هو الأب. ده مش معناه أبوك شخصياً، لأ، ده صوت الصح والغلط اللي جوانا. الصوت اللي بيقول لازم تعمل كذا وعيب تعمل كذا. كل القواعد والأوامر والنواهي اللي تشربناها من أهلنا أو أي حد كان ليه سلطة علينا وإحنا صغيرين. الشخصية التانية هي البالغ. ده بقى الجزء المنطقي العقلاني، عامل زي الكمبيوتر كده، بيحلل الموقف، بيجمع معلومات، وبياخد قرارات بناء على الحقائق مش المشاعر. ده الجزء اللي بيخلينا نعرف نتعامل مع الدنيا ونحل مشاكلنا. وآخر شخصية هي الطفل، وهنا بقى لازم نقف شوية. لما بنقول الطفل مش قصدنا التصرفات الصبيانية أو الطيش، لأ خالص. الطفل اللي جوانا ده هو مصدر كل حاجة حلوة، المشاعر، الإبداع، الضحك، الفرحة. هو الجزء اللي بيخلي للحياة طعم. الفكرة كلها إن مفيش شخصية من ال3 دول أحسن من التانية، يعني مفيش حاجة اسمها كويس ووحش. الإنسان السوي الصحي هو اللي بيعرف يستخدم ال3، بيعرف إمتى يكون أب حازم، وإمتى يكون بالغ عقلاني، وإمتى يسيب الطفل اللي جواه يفرح وينطلق. طيب، دلوقتي إحنا عرفنا اللاعبين، الأب والبالغ والطفل. تعالوا بقى نشوف الملعب نفسه، الحوارات اللي بينا، ونشوف إزاي الكلام ممكن يمشي زي السكينة في الحلاوة أو يقلب بخناقة وكارثة. برين بيقول إن أي كلام بين 2 هو عبارة عن معاملات، يعني أنا بقول حاجة والتاني بيرد. الموضوع بسيط، وفي نوعين من المعاملات دي. النوع الأول تكميلي، وده لما الكلام بيمشي في خط مستقيم، أنا بسأل سؤال عقلاني بيجي لي رد عقلاني. والنوع التاني متقاطع، وده عامل زي ما تكونوا عربيتين خبطوا في بعض، الحوار بيقف فجأة والتواصل بينهار. بصوا على المثال ده، حوار ماشي بالسلاسة، واحد بيقول للتاني من حالة البالغ العقلانية عايزين نظبط ميزانيتنا، التاني بيرد من نفس الحالة البالغ، تمام، يلا نقعد ونحسبها. شايفين السلاسة؟ بالغ بيكلم بالغ، المشكلة بتتحل. شوفوا بقى هنا لما الدنيا بتبوظ، نفس الشخص بيقول بنفس العقلانية من حالة البالغ عايزين نظبط ميزانيتنا، بس الرد بيجي منين؟ من حالة الطفل عن الشخص التاني. انت على طول بتتكلم في الفلوس، انت مش عايزنا ننبسط أبدا. خبطوا في بعض، حصل تقاطع.
الحوار اللي كان عن الأرقام اتقلب خناقة عن المشاعر، والموضوع الأصلي طار في الهواء. وهنا بقى الموضوع بيتعقد أكتر لما الكلام اللي بيتقال على السطح ده يكون وراه هدف تاني مستخبي، هدف غير معلن. هنا المعاملات العادية دي بتتحول لحاجة اسمها ألعاب نفسية. وكلمة لعبة هنا مش معناها هزار أو تسلية خالص، بالعكس دي حاجة جادة جدا. اللعبة دي بتبقى عبارة عن سلسلة حوارات بتتكرر، ليها دايما نهاية معروفة وسلبية. طب بنلعبها ليه؟ عشان في الآخر بنكسب جايزة نفسية، جايزة زي إننا نثبت لنفسنا إننا صح في فكرة سلبية عندنا، زي أنا محدش بيفهمني أو أنا دايما مظلوم. تعالوا ناخد أشهر مثال من الكتاب عشان نفهم الموضوع ده أكتر. لعبة زوجية اسمها لوليك أنت. اللعبة دي بتتلعب إزاي؟ بصوا كده معايا. الخطوة الأولى الشكوى. كان ممكن أعمل حاجات كتير قوي في حياتي لولا إنك وقفت في طريقي. الخطوة التانية الطرف التاني يحاول يحل المشكلة ويقول خلاص أنا مش هقف في طريقك، روح اعمل اللي أنت عايزه. هنا بقى اللاعب الأساسي بيعمل إيه؟ بيرفض الحل ده، وبنوصل للخطوة التالتة وهي إنه يطلع عائق جديد. لا ما خلاص بقى أنا كبرت والفرصة راحت عليا. طب إيه الجايزة في الآخر؟ إيه المكسب؟ الخطوة الرابعة إنه يهرب من مسؤولية فشله ويلبسها للتاني، وفي نفس الوقت يحس إنه ضحية ومظلوم، وده في حد ذاته مكسب نفسي للأسف. طيب السؤال المهم، لو حياتنا كلها عبارة عن الألعاب دي، إزاي نوقفها؟ إزاي نخرج من الملعب ده ونعيش علاقات حقيقية وصادقة؟ إجابة بيرن على السؤال ده ممكن تكون غريبة شوية. بيقول إن الطريقة الوحيدة عشان تكسب أي لعبة نفسية هي إنك ترفض تلعبها أصلاً. بس كده، بمجرد ما تفهم إن اللي بيحصل ده لعبة وإن الطرف التاني بيحاول يجرك ليها، أنت كده سحبت منه قوة كلها، وتقدر تختار ما تلعبش الدور اللي هو عايزه منك. البديل عن الألعاب دي هو حاجة اسمها الاستقلالية، وده الهدف الأسمى اللي بارينا عايزنا نوصل له. طب وإيه هي الاستقلالية دي؟ هي ببساطة إنك تمتلك 3 حاجات. أول حاجة الوعي، إنك تشوف الدنيا على حقيقتها مش من خلال الفلاتر اللي تربينا عليها. تاني حاجة التلقائية، يعني الحرية إنك تختار رد فعلك ومشاعرك بنفسك وما تكونش مجرد رد فعل متبرمج. وآخر حاجة وأهم حاجة الألفة، ودي معناها إنك تقدر تدخل في علاقة حقيقية مع شخص تاني، علاقة صريحة ومفتوحة ما فيهاش أي ألعاب. الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن فهمنا للشخصيات التلاتة اللي جوانا، الأب والبالغ والطفل، هو ده المفتاح. لما بنفهمهم بنقدر نشوف الألعاب اللي الناس بتلعبها معانا واللي إحنا بنلعبها معاهم، وساعتها بس بنقدر ناخد أول خطوة عشان نتحرر منها. وعشان كده هنسيبكم مع السؤال ده بعد اللي سمعناه ده كله. يا ترى إيه هي اللعبة اللي بتدور في حياتكم دلوقتي وقررتوا إن خلاص جه الوقت إنكم تبطلوا تلعبوها؟